السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الجزء الثالث من سلسلة تختيم كراش نيترو كار. هنلعب في الجزيرة اللي كنت بترعب منها وانا صغير. هنبدأ أول جيم بكرانش. بصوا هنا يا رجالة، شايفين شكل التمساح شكله هنا عامل ازاي؟ كنت أنا مفكر إن النقطتين دول عينيه، وكنت مفكرها النملة. ولما قفلت اللعبة بقى عمال أقول هي شخصية النملة فين؟ طلع أصلا النقطتين دول مناخيره، وأنا كنت مفكرها عيونه. اتجننت بقى لما ختمت اللعبة، هي شخصية النملة فين؟ وعمال اقول هي ليه مش بتنزل سباقات. يمكن ده احسن ماب في الثلاث مابات كده. من الأفضل أن تراقب جنسك. هيا انطلق. لا، هلبس في الدودة دلوقتي. هوبا. أيها الصغير، اذهب 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 اذهب. هذا ما أتحدث عنه. كده هذا ما أتحدث عنه. ازاي جالي المنبه هنا الاول؟ لما اجي يا لها من مجازفة. عيب كرانش التحويل عنده سيء، بس هو سريع. عليك أن تحبه. بحبه طبعا يا اسطى. هوبا. لم يؤذنني. لم يؤذني. غبي، انا غبي. اعذروني يا شباب، بقالي كتير ما بلعبهاش، بقالي بتاع سنين ما هيا بلعبهاش. انطلق. على فكرة ده أسهل ماب في التلات مابات الجايين على الجزيرة دي. انت كراش الخامس. ان شاء الله مش هنطول في الفيديو ده زي الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات طول جامد، بس عشان كنت اوريكم اللقطات السينمائية. تصميم كرانش هنا حلو، وهنا شكل زم، متعرفش هو غول ولا شكله ايه بالظبط.
اسمه زيم، اللي هو الراجل الاخضر ده. عرفت اسمه انا. تهانينا، لقد حصلت على جائزة. سوف يقوي مقياس الدعم عربتك حينما يكون في المنطقة الحمراء فقط. حينما يكون مقياس الدعم ممتلئ سوف يصل إلى نهايته. تذكر، كلما كان المقياس ممتلئا كان الدعم لك أشمل وأوسع. ده ماب الترس بتاع الساعة. بعدين ناخد كراش فيه. بص هنا الشخصية الخضراء دي كنت بحسبها برضو ضفدع، اللي هو اصلا الكلب طلع في الاخر كلب. انا فضلت مفكر اللي هو تمساح لحد ما بدأت الجزء بتاع بلايستيشن 4. طلع انه في الاخر كلب، بس انا شكله تحس انه عامل زي الضفدع. لما ختمت بقى اللعبة عمال اقول هي الشخصيات دي فين، ولا هم حاطينها في الصور بس، اللي هي النملة والضفدعة. انتوا عارفين بقى مخيلة الاطفال. اي ما بحبش الماب ده خالص يا جدعان. ده بحس انه مش اختصار، بحس انه بيعطلني. نيل، أنا قريب جدا، بإمكانك أن تطارده. حبيبي انا ما طلعتش الاختصار. هل يدخل؟ بحس انه مش اختصار والله. بودي جارد يا جدعان. ايه ده؟ في ايه؟ قادم. بص قدامك يا عم. لازم اركز. بس عملت ريمونتادا، عملت ريمونتادا اخيرا.
ما بحبش البيت ده خالص. يا لهوي، ده البيت ده عذبني عشان اكسبه، اكسب في المطور. يمكن ده نقطة ضعف البيت ده في اللعبة دي. انا هدخل العب اخر جيم ده في في النسخة الاصلية، علشان اوريلكم الوحش لما اقابله هيقول ايه وهيعمل ايه. كده قفلت النسخة المدبلجة، عشان انتوا عارفين من الجزء الاول ان النسخة المدبلجة محذوف منها اللقطات السينمائية. فانا دخلت على النسخة الاصلية عشان ايه، اجيب لكم اللقطة السينمائية. كده هجرب كوكو. لا، ده يعتبر بقى كان اصعب ماب بالنسبة الشباب اللي عندنا في المنطقة. فانا كنت بحاول ان انا العبه واحترف فيه جامد، عشان احنا كنا بنلعب مسابقة عبارة عن 3 اجيال، كنا بنسميه بيست يعني. فكل واحد يختار دور، واللي بيكسب تاني دور بيختار الدور التالت. فانا كنت اختار لهم بقى الماب ده، وانا كنت لعب فيه. Better watch your six. انا لسه لعبت الماب ده على عكس ماب الترس. اي، ليه كده الرخام؟ No peeking yet! Victory is mine. All mine. No peeking yet! Coming through! Got a present for ya! Oh yeah! Oh yeah! No peeking yet! Catch me if you can! Better watch your six. Woohoo! Yeah! Coming through! ارجع بقى انت يا كرانش. على فكرة كرانش لو طلع الاول وانا طلعت التالت او الرابع بتحسب لي ان انا كسبت. Better watch your six. الصراحة كان المفروض يبدلوا اسم اللعبة دي باسم اللعبة بتاعت اديشن 1. يعني عندي كراش تيم ريسنج، واللي بتاعت اديشن 1 كان المفروض تبقى اسمها نيترو كارد.
My cart rules. ايزي يلا. Ow! كده بقى الوحش، انا نسيت اسم الزعيم ده. هما اخوة توأم، اخوة تقريبا مش توأم، بس انا ناسي اساميهم. With your 9 trophies, you have earned the right to face Phenomena's champion, Norm. نورم، اسمه نورم. تعودوا على كده ولبسوا نضارة. Don't let Norm's size fool you. He's a demon on the racetrack. No! You are racing today. Now do it! Ooh, a race! Count me in! I don't want to hear it. The deal was that you race in return for me wearing this dumb getup. Besides, they don't stand a chance. ايه اللعبة علقت ولا ايه؟ فكرت اللعبة علقت. اصل الواحد خد صدمات من اللعبة دي، كان كل ما يقرب يختمها كانت اللعبة تعلق. انا كان نفسي الصراحة يدبلجوا الحوارات بتاعت الزعماء دي. هنخلينا في كوكو لان التحكم فيها حلو. كل مرة اشوفه احسبه نملة. يعني والله ركزوا في المناخير كده هتحسبوها عين. دينجل دايل. Hot cocoa! Well, this one's faster than we thought. Better light the fires, little Norm. Whee! انا نسيت هما بيحلفوا ايه، بس ما علينا لما يسبقونا بقى نبقى نعرف. ولو عرفوا يجيبونا. Roxor! كده هيلبس في واحد.
لبس في الصندوق اللي انا كنت حاطه هنا صح؟ بس كريتيف أوي لما يخلونا نسابق شخصيتين. Hot cocoa! ايه ده، هما ده الحاجات اللي بحطها؟ الحاجات اللي هم حاطينها باينة عندي. والله لا، ده بتاعي كمان بلبسه ليه موسيقى. ده انا اول مرة اعرف الكلام ده. You know, you did good out there. You got a real shot at winning this thing. 'Cause you work together. Both of you make a good team, too. Hey, come over here and make nice. Yeah, he pretends not to care. But he's just like me. He hates losing. Norm, get over here! Uh-oh. Perhaps I need new ways to motivate you, like taking your books away. I thought he had you beat, but you proved me wrong. You won't be so lucky on Techni. كده ختمنا الجزيرة التالتة. الفيديو الجاي هيكون الجزيرة الرابعة، وبعد كده هنقابل فيلو اللي هو الزعيم الأخضر ده. الزعيم ده أنا كنت بعاني ضده جامد أوي، بس إن شاء الله هنحاول نكسبه من أول جيم. فالفيديو الجاي هيكون الأخير في فريق كراش. لو انتوا حابين ان انا اختم من فريق دكتور كورتكس Well done. فقولوا لي في التعليق. Won a key. مش حابين نخش في لعبة تانية. اللعبة برضو كنا بنلعبها في السايبر عندنا في مصر. بس هنحفظ اللعبة بقى عشان ما اعملش زي الفيديو الاول والحفظ يروح مننا. بس تعال الاول نخش الجزيرة الرابعة، جزيرة المستقبل. اهو الكلب اللي بقول لكم عليه اهو، ده كنت مفكره تمساح طلع في الاخر كلب. او سحلية. دي جزيرة المستقبل. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي. يلا مع السلامة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ننزل الالعاب القديمة.